في ليلة 24 مارس سنة 1944 كان معسكر ستالجلوفت 3 في ساجان بألمانيا محاط بظلام تام، والسجناء جواه كانوا ضباط من قوات التحالف الجوية زي بريطانيا وأمريكا وكندا، واللي كانوا بيحاربوا النازيين في الوقت ده. المهم يا صديقي إن السجناء جوه السجن في الوقت ده كانوا بيعدوا دقات الساعة وعيونهم مليانة أمل مشتعل بعد شهور من التخطيط في السر والحفر تحت الأرض. ولما الساعة دقت على 10، 76 راجل كل واحد فيهم بيحلم يشم هوا الحرية نزلوا في نفق ضيق مليان طين والهوا فيه قليل، وكانوا في اللحظة دي بيحاربوا علشان يوصلوا لنهاية مش معروفة. يا ترى بقى صديقي هينجحوا وهيخرجوا من الجحيم اللي كانوا عايشين فيه، ولا الحلم هيتحول لكابوس؟ القصة دي يا صديقي بالذات مليانة أحداث وتفاصيل غير متوقعة تماما، والنهاية بتاعتها صادمة، فتأكد انك تكملها للآخر. وما تنساش طبعا يا صديقي في البداية تعمل لايك وسبسكرايب لأنهم بيشجعوني جدا. ويلا بينا على قصتنا. ستالجلوفت 3 كان معسكر أسرى حرب تابع لسلاح الجو الألماني لوفتفافا في الحرب العالمية الثانية، واتفتح في مارس سنة 1942 في سيليزيا السفلى قرب بلدة ساجان على بعد حوالي 160 كيلومتر جنوب شرق برلين. والألمان اختاروا المكان ده بذكاء علشان الأرض الرملية اللي تحته بتخلي حفر الأنفاق صعب جدا، والرمل كان بيترشح زي المية لو حاولت تحفر فيه وما بيديش دعم قوي للجدران. فكانوا متخيلين ان محدش هيعرف يطلع من هناك، والمعسكر كان مصمم مخصوص لضباط القوات الجوية بتوع التحالف، ومعظمهم كان من بريطانيا ودول الكومنولث زي استراليا وكندا ونيوزيلندا وجنوب افريقيا، وكان في كمان شوية امريكان بعد ما امريكا دخلت الحرب في ديسمبر سنة 1941. وكان في آلاف السجناء، بس اللي خططوا للهروب الكبير كانوا مجموعة صغيرة وعندهم إصرار مش طبيعي إنهم يهربوا، وكانوا بيفكروا بشكل عبقري. والمعسكر كان زي حصن من العصور الوسطى، يعني جدرانه كانت عالية حوالي 3 متر ومليانة أسلاك شائكة متشابكة، وأبراج مراقبة فيها حراس مسلحين بمدافع رشاشة وكلاب بوليسية مدربة بتلف حوالين المحيط بالليل. وكمان الألمان دفنوا ميكروفونات تحت الأرض متوصلة بأجهزة صوت علشان يسمعوا أي دوشة لو حصل في حفر، وكانوا بيعملوا تفتيشات مفاجئة كل يوم وبيدخلوا الكواخ يفحصوها كويس جدا. واللفتافة كانوا عارفين ان الطيارين دول مش هيهدوا، علشان كده صمموا ان المكان يبقى مضاد للهروب. والكولونيل فريدريش فون ليدناينر كان بيدير المعسكر، كان راجل صلب بس كان عنده احترام غريب للسجناء، يعني كان دايما يقول لهم واجبكم تحاولوا تهربوا وانا واجبي اقبض عليكم. وعلى الرغم من صلابته الا انه كان بيحترم شجاعة المساجين في السر، والسجناء كانوا مزيج من شخصيات مختلفة وكل واحد فيهم كان عنده مهارة محددة. يعني مثلا هيربرت ماسي الضابط الكبير في القوات الجوية الملكية كان بيراقب العملية من بعيد علشان سنه كبر وما كانش يقدر يشارك بنفسه، بس كان زي الأب الروحي للمجموعة. أما بقى روجر بوشل اللي كانوا بيسموه بيج إكس كان العقل المدبر وبطل القصة. وبوشل كان من جنوب أفريقيا وكان طيار شاطر، بس اتقبض عليه سنة 1940 بعد ما طيارته اتضربت فوق فرنسا، وقدر يهرب مرتين من معسكرات تانية قبل ما يحطوه في ستالجلوفت 3. والألمان كانوا مفكرين ان المكان ده هيكسره، بس بوشل كان عنده حلم مجنون، مش بس انه يهرب، لا ده كان عاوز يطلع معاه 250 سجين ويخلي الألمان يدوروا وراهم ويضطروا يحركوا قواتهم ومواردهم علشان يدوروا ورا الهاربين في كل مكان، وبالتالي يضيعوا وقت ومجهود كبير من جهدهم الحربي. والحياة جوه المعسكر كانت قاسية جدا، والأكل كان عبارة عن عيش ناشف وبطاطس مسلوقة ملهاش طعم، وكل كام أسبوع كانوا بياخدوا حزم
من الصليب الأحمر، وكانت بتحتوي على حاجات أساسية زي أكل معلب من جبن ولحمة معلبة وسمك وعيش ناشف. وكانوا بيستخدموا الحزم دي في المقايضة بينهم أو يلعبوا بيها قمار علشان يقتلوا الملل. والشتاء كان برد قارس بيوصل لتحت الصفر، والكواخ الخشب ما كانتش بتحميهم من الرياح اللي بتدخل من كل حتة، والصيف كان رطوبة قاسية. بس السجناء ما كانوش بيستسلموا، وكانوا بيعملوا مسرحيات صغيرة يلبسوا فيها هدوم معمولة من البطاطين، وبيلعبوا كورة في الساحة بكورة معمولة من قماش مربوط بحبل علشان يحافظوا على روحهم المعنوية. وكل واحد فيهم كان عنده مهارة بيستخدمها في الخطة. يعني على سبيل المثال كولن بلايث كان بيزور أوراق وجوازات بمهارة ودقة عالية جدا، وكان بيستخدم الحبر من أقلام الصليب الأحمر وورق من كتب المكتبة. أما بقى البولندي داني فلينسكي فده كان خبير مناجم، وكان بيعرف يحفر ويدعم الأنفاق من خبرته في شغله قبل الحرب. وجوني دوج البريطاني اللي كان بيعرف يتكلم ألماني كويس كان بيقدر يضحك على الحراس لو حصل أي تفتيش. بوشل بدأ في تجميع كل المساجين حواليه في أواخر سنة 1942، وعمل لجنة هروب زي جيش صغير كل واحد فيها عنده شغل محدد من حفر وتزوير وتشتيت الحراس وتخزين الأكل للي هيطلعوا. وكان هدفهم إنهم يعملوا عملية تاريخية تخلي الألمان يفضلوا فاكرينها للأبد، مش مجرد هروب صغير ينتهي بسرعة. والتخطيط للهروب الكبير ده صديقي كان معقد جدا جدا ومحتاج صبر ودقة. وروجر بوشل المعروف ببيج اكس في اثناء وضع الخطة خد قرار عبقري، وهو انهم هيحفروا 3 أنفاق مش نفق واحد بس، علشان لو الألمان اكتشفوا نفق يفضل عندهم فرصة تانية وتالتة. وسموا الأنفاق ال3 باسم توم وديك وهاري، تبان انها اسماء عادية لكنها كانت بتخبي وراها عملية ضخمة. والنفق توم تم الاتفاق على انه يبدأ من كوخ 104 ويكون تحت موقد التدفئة. اما النفق ديك فكان الاتفاق انه يبدأ من تحت حوض للحمامات بكوخ 122، والنفق هاري فكان هيبدأ من كوخ 123 جنب الحيطة الشمالية. والاماكن دي اختاروها بعناية شديدة علشان تبقى بعيدة عن عين الحراس، بحيث لو حد بص من بره ما يشكش في حاجة ويفتكرها ارض عادية. والحفر كان تحدي صعب جدا، لاني زي ما قلت لك يا صديقي الارض الرملية كانت بتترشح زي المية. لو حاولوا يعملوا اي حفرة من غير داعم فبقوا بيجيبوا الواح خشب من السراير بتاعت السجناء علشان يسندوا بيها الجدران، وكل واحد كان بيتبرع بقطعة من سريره حتى لو ده معناه انه هينام على الارض او على لوح نصه مكسور. وكانوا بيستخدموا علب الصفيح بتاعت اللبن اللي بتجيلهم من الصليب الاحمر علشان يعملوا مواسير تهوية يوصلوا بيها الهواء للنفق علشان اللي بيحفر ما يتخنقش. والرمل اللي بيطلعوه كانوا بيحطوه في اكياس قماش صغيرة بيخبوها جوه البنطلون وبيرموه في الجناين او تحت ارضية المسرح وهم بيمشوا في الساحة بحركة ذكية تخلي الحراس ما يحسوش بأي حاجة. وحوالي 600 سجين اشتغلوا في العملية دي، كان منهم اللي بيحفر زي داني فلينسكي واللي كان بيستخدم خبرته في المناجم، وفي اللي كان بيشيل التراب زي بريك هامilton، وفي اللي كان بيراقب الحراس من بعيد زي جوني مارشال. والنفق هاري اللي هيبقى منجم للهروب كان طوله حوالي 102 متر وبعمق 9 أمتار تحت الأرض علشان يتجنبوا أجهزة الصوت اللي الألمان دفنينها حوالين المعسكر. وكان ضيق جدا، يعني كان حوالي 60 سنتي في 60 سنتي، وده معناه ان المساجين لازم يزحفوا على بطنهم لما ينزلوا في النفق ده. والهواء جوه النفق كان قليل جدا بسبب الرطوبة والعمق، وعلشان ينوروا النفق كانوا بيسحبوا كهرباء من مصابيح المعسكر بأسلاك طويلة متوصلة بعلب صفيح. ودي طبعا كانت حركة خطيرة، لأن لو النور ضعف فجأة الحراس ممكن يشموا الخطر ويفتشوا الكواخ. وكمان عملوا عربية صغيرة على سكة خشب معمولة من ألواح السراير علشان ينقلوا بيها الرمل والمعدات
جوه النفق بسرعة بدل ما يزحفوا بالحاجة كل مرة، وكانوا بيسحبوها بحبل يدوي. وطبعا يا صديقي التزوير كان جزء مهم جدا من الخطة، واعتمادهم الرئيسي في جزء التزوير كان على كولين بلايث اللي قلت لك عنه من شوية، واللي كانوا بيسموه بالمزور العبقري. وبلايث كان بيقدر يصنع بطايق هوية ألمانية وجوازات سفر، وكان بيستخدم أدوات بسيطة زي دبابيس وخيط علشان يظبط التفاصيل، وكان بيرسم خرائط المنطقة من ذاكرته أو من ورق مسروق من مكاتب الحراس لما كانوا بيشتتوا الحراس أثناء التفتيش. وكانوا بيعملوا هدوم مدنية من بطاطين وملابس عسكرية معدلة بإبر وخيط يدوي، وبيصبغوها بصبغة معمولة من شاي أو قهوة علشان تبقى شكلها واقعي. والهدف كان إنهم لما يطلعوا من النفق يبقى شكلهم طبيعي زي أي مواطن ألماني، علشان يقدروا يمشوا في الشوارع أو يركبوا القطر من غير ما حد يشك فيهم. وتشتيت الحراس كان بيحتاج مهارة ومكر كبير. يعني يا صديقي كانوا بيعملوا تمارين رياضية صاخبة في الساحة أو مسرحيات فيها ضحك ودوشة علشان يغطوا على صوت الحفر. وفي ناس زي هاري داي كانوا بيراقبوا الأبراج باستمرار، ولو في حارس قرب من مكان النفق كانوا بيدوا إشارة سريعة بصفارة خفيفة أو حركة إيد، وبعد الإشارة دي الكل بيتفرق وبيرجعوا لحالتهم الطبيعية ولا كأن أي حاجة حصلت. والتنسيق بينهم كان عالي جدا، وكل واحد كان عارف دوره بالملي، وما كانوش بيتكلموا كتير علشان الصوت ما يطلعش ويوصل للميكروفونات. والحراس بدأوا يحسوا ان في حاجة غريبة بتحصل لما لقوا في سرير ناقص ألواح في تفتيش عشوائي في صيف سنة 1943. فبدأوا يشدوا اكتر ويفتشوا الكواخ كل يوم. وفي سبتمبر سنة 1943 اكتشفوا نفق توم قبل ما يكمل، والسجناء وقتها اضطروا يقفلوا نفق ديك لان الحراس بنوا كوخ جديد فوق مخرجه، فبقوا مركزين كل مجهودهم على هاري. وفضل الشغل مستمر على نفق هاري لشهور طويلة من أواخر سنة 1943 لحد مارس سنة 1944. والسجناء كانوا بيحفروا في البرد والضلمة، وعينهم دايما كانت على لحظة الحرية، ودايما كانوا بيحلموا باللحظة اللي هيخرجوا فيها برا السجن ده. وليلة 24 مارس سنة 1944 كانت نقطة التحول، لأن السجناء في ستالج لوفت 3 في اليوم ده قرروا إنهم ينفذوا الخطة بعد ما النفق كانت اتظبط وكل حاجة بقت مكتملة. واخيرا بعد شهور من التعب والحفر يبدأوا يتحركوا. وفي اليوم ده الجو كان برد جدا، ودرجة الحرارة كانت تحت الصفر، والرياح كانت شديدة، صوتها كان واضح بين الاشجار حوالين المعسكر. المهم ان الساعة 8:30 بالليل الخطة بدأت تتحرك، والكل كان عارف ان مفيش رجوع. وروجر بوشل كان واقف في كوخ 104 بيدير العملية زي قائد الجيش، وعينه مفتوحة على كل التفاصيل. والسجناء بدأوا يتجمعوا في هدوء عند النفق هاري، وكلهم كانوا لابسين هدوم مدنية معمولة من البطاطين، وفي جيوبهم أوراق مزورة وشوية أكل من حزم الصليب الأحمر. وأول حاجة كان لازم يعملوها هي فتح الموقد ونزول النفق. والسجين الأول هاري داي كان المفروض أول واحد هينزل وهيطلع من مخرج النفق ويربط حبل علشان الباقي يعرفوا يطلعوا بسرعة. وبالفعل يا صديقي الساعة 10 بالليل داي نزل النفق وبدأ يزحف، والنفق وقتها كان ضيق جدا، والرمل كان عمال يترشح على وشه، والهواء كان قليل جدا، بس داي كان لازم يكمل. وبعد حوالي 20 دقيقة داي أخيرا وصل لنهاية النفق. بس وقتها ظهرت المشكلة الكبيرة، وهي إن المخرج كان قريب جدا من برج الحراسة، يعني كان بيبعد حوالي 3 أمتار بس من خط الأسلاك الشائكة، على عكس ما خططه إنه يكون في الغابة بعيد عن أعين الحراس. وكان من الواضح وقتها ان المهندسين اللي قاسوا المسافة غلطوا في الحسابات بسبب الارض الرملية اللي كانت بتتحرك، وده حط الخطة كلها على المحك. وداي في الوقت ده طلع راسه بهدوء وبص ناحية البرج، وفي الوقت ده الحارس كان بيلف بمصباح. فوقتها داي اضطر يستنى لحد ما الحارس يلف وشه الناحية التانية، ولما الفرصة جت داي طلع وربط الحبل وادى اشارة للي جوه ان الطريق مفتوح، بس مع تحذير ان مكان الخروج
قريب جدا من الحراس، والسجناء بدأوا ينزلوا واحد ورا التاني، وكل واحد كان بيزحف في النفق الضيق ده. وفي ناس زي داني فيلينسكي كان عندهم رهاب من الأماكن المغلقة، بس كان بيضغط على نفسه علشان الحرية، وبيفتكر إن دي فرصته الوحيدة علشان يخرج من السجن ده. والخروج كان بطيء جدا، يعني كانوا مخططين إن 250 واحد يخرجوا في الليلة دي، بس بسبب قرب المخرج من الحراس اضطروا يهدوا السرعة. وكل سجين كان بيستنى دوره عند مخرج النفق وهو بيراقب البرج، لأن لو الحارس شافهم ممكن يضرب نار أو يرن جرس الإنذار على طول. وبحلول منتصف الليل حوالي 50 سجين بس اللي كانوا طلعوا، والوقت كان بيجري بسرعة كبيرة جدا. وفي مشكلة تانية ظهرت، وهي ان النفق بدأ يترطب من البرد والرمل بقى تقيل ومبلول، فكانوا بيحفروا بايديهم علشان يفتحوا المخرج كل ما يتسد، وده كان بيخليهم ياخدوا وقت زيادة. وعلى الساعة 1 بالليل حوالي 76 سجين بس اللي كانوا بره ومتجهين ناحية الغابة اللي بتبعد حوالي 10 أمتار من المخرج. وبوشل كان من أوائل اللي طلعوا علشان يظبط اللي بيخرجوا ويوزعهم على مجموعات صغيرة. والخطة كانت إن نصهم يروح بالقطر من محطة سجان القريبة واللي بتبعد حوالي 2 كيلو من المعسكر، والنص التاني يمشوا على رجليهم في الغابات لحد ما يوصلوا لحدود محايدة زي سويسرا أو يلاقوا المقاومة البولندية. وكل واحد كان عنده خريطة صغيرة مرسومة يدويا وشوية فلوس ألمانية مزورة، وكانوا معتمدين على ذكائهم علشان يقدروا يخدعوا الألمان ويعدوا من نقاط التفتيش. بس من حظهم الساعة 54 دقيقة حارس ألماني كان بيلف بالكلب بتاعه قرب النفق وبص بالصدفة ناحية المخرج وشاف حركة غريبة. وفي الوقت ده جوني مارشال كان بيزحف ببطء، والحارس سمع صوت خفيف من الرمل وهو بيتحرك، فعلى طول رن جرس الانذار والمعسكر كله قام والحراس جريوا ناحية النفق، والكلاب بدأت تعوي وتجري في كل مكان. والسجناء اللي لسه جوه النفق حاولوا يرجعوا بسرعة للكوخ، بس 3 منهم ملحقوش واتقبض عليهم عند المخرج، وكان منهم برنارد شايد اللي كان لسه بيحاول يروح على الغابة. اما بقى 76 سجين اللي هربوا بدأوا يجروا في الغابة، والكلاب بدأت تطاردهم، والطلقات كانت بتتضرب في الهواء من الرشاشات اللي في الأبراج. وبوشل وزمايله كانوا اتقسموا زي ما خططوا، ونصهم جريوا ناحية محطة القطر ونصهم اختفوا في الضلمة ناحية الأشجار. والألمان وقتها قفلوا المنطقة كلها وجابوا تعزيزات من الجستابو والاس اس علشان يدوروا على المساجين اللي هربوا في كل مكان. والسجناء اللي لسه جوه المعسكر حاولوا يداروا النفق، بس خلاص كان اتكشف. وفون لينداينر قائد المعسكر وقف في نص الساحة وهو مصدوم ومش مصدق اللي حصل. ولما الحراس اكتشفوا الهروب جرس الانذار كان بيرن بدون توقف، والحراس بدأوا يفتشوا كل كوخ بسرعة ويقلبوا السراير ويكسروا الأرضيات. والكلاب كانت بتجري في الغابة ورا أي ريحة تلاقيها. والكولونيل فريدريش فون ليدناينر أمر بقفل كل الطرق حوالين ساجان في دايرة 50 كيلو متر، واتصل بالجستابو والاس اس علشان يبعتوا رجالة ومعدات أكتر. والخبر وصل لهتلر بعد ساعات، وبمجرد ما عرف اللي حصل بقى في حالة هياج، وقال لهنريش هيلمر رئيس الاس اس محدش من الهاربين دول يفضل عايش، لما يتقبض عليهم لازم يبقوا عبرة. وهتلر كان عاوز يبعت رسالة لكل السجناء في المعسكرات التانية ان مفيش امل للهروب. وال76 سجين اللي هربوا كانوا في سباق مع الموت، واللي راحوا محطة القطر في ساجان زي روجر بوشل حاولوا يستخدموا الاوراق المزورة بتاعتهم علشان يركبوا قطر لبرلين او للحدود البوهيمية اللي بتبعد حوالي 200 كيلومتر جنوبا. والبعض نجح في الساعات الاولى بسبب الهدوم المدنية المعدلة اللي كانوا عاملينها من بطانيات وماشيين وهم لابسينها بهدوء زي ما يكونوا ألمان عاديين. وجوني دوج اللي كان بيتكلم ألماني كويس قدر يضحك على الحراس في منطقة ساجان ويركب قطر، بس الضباط كانوا حاطين نقاط تفتيش في كل محطة وبدأوا يقارنوا صور السجناء مع الركاب. والجستايو قبضوا على بوشل وشايد بعد يومين في برلين، لما أحد الحراس شاف بطاقة شايد المزورة ولاحظ إن الحبر
لسه رطب شوية فشك فيهم وفتشهم، واللي اختاروا الغابة زي داني فيلينسكي وبريك هامilton كانوا بيمشوا بالليل وبيستخبوا بالنهار تحت الأشجار أو في حفر صغيرة بيحفروها بإيديهم في الأرض الرملية، ودرجة الحرارة كانت تحت الصفر والتلج كان بيغطي الأرض في أماكن كتير، فكانوا بياكلوا بطاطس نية بيلاقوها في الحقول أو شوية عيش مكسر من اللي جابوه معاهم. والمقاومة البولندية حاولت تساعد عدد منهم، لكن معظم السجناء كانوا لوحدهم بيحاولوا يوصلوا لحدود سويسرا اللي بتبعد حوالي 600 كيلومتر جنوب غرب ساجان أو للبحر البلطيفي في الشمال علشان يلاقوا سفينة للسويد. ومن ضمن الهاربين كان 2 نرويجيين واللي هما بير برجسلاند وجينس مولر، والاتنين دول نجحوا يوصلوا لمدينة شتيتين بالقطر واستخبوا في سفينة بمساعدة بحارة سويديين. والألمان جابوا طيارات صغيرة تدور فوق الغابات واستخدموا مكبرات صوت وكانوا بيقولوا فيها استسلموا مفيش مفر، الغابة محاصرة. وفي خلال يومين الجستايو قبضوا على أول مجموعة بالقرب من ساجان، وبعدها بدأوا يمسكوا الباقي واحد ورا التاني، ومن 76 سجين مسكوا 73 في أقل من أسبوع، ومعظمهم كان في أول 3 أيام. وفيلينسكي اتقبض عليه في الغابة بعد ما الكلاب شمت ريحته وهو بيحاول يعدي نهر صغير. وهامilton وقع في ايد الألمان بالقرب من قرية صغيرة لما حاول يشتري عيش من فلاح، وكان بيتكلم مع الفلاح ألماني مكسر. المهم صديقي ان 76 سجين ما نجحش منهم الا 3، واللي هم برام فاندير الهولندي اللي وصل سويسرا بعد 10 ايام مشي في الغابات، وبرجسلاند ومولر النرويجيين اللي ركبوا سفينة من شتيتين للسويد. ضباط السجن كانوا متضايقين جدا، مش بس علشان الهروب لكن علشان كسر سمعتهم قدام هتلر. والجستابو استجوبوا اللي اتقبض عليهم في مكاتب صغيرة قرب ساجان، وبعدها جت أوامر هتلر اللي كان في حالة غضب شديدة، وأمر هيلمر انه يعدم 50 واحد من المساجين اللي هربوا كعقاب ورسالة واضحة. وهرمان غورينغ رئيس الافتفافة حاول يقنع هتلر ان الاعدام ده هيجيب مشاكل مع الحلفاء لو عرفوا، بس هتلر كان مصمم وكان عاوز يخليهم عبرة علشان محدش يفكر يعمل كده تاني. وال50 شخص اللي اختاروهم كانوا من اوائل اللي اتقبض عليهم، وبوشل وشايد ودوج وفيلينسكي كانوا منهم. والجستابو خدوهم في عربيات منفصلة وقالوا لهم انهم راجعين المعسكر، بس الحقيقة كانت غير كده. وفي أماكن متفرقة حوالين ساجان الحراس وقفوا العربيات ونزلوا السجناء في مجموعات صغيرة وضربوا نار من غير محاكمة وقتلوهم في الغابات وحرقوا الجثث وخدوا الرماد بتاعها ورجعوا بيه للمعسكر في علب صغيرة كرسالة واضحة للي لسه جوه السجن مفادها ان ده هيبقى مصير اي حد يحاول يهرب. وبعد اعدام ال50 سجين سجن ستالجلوفت 3 بقى زي المقبرة، والسجناء اللي فضلوا جواه كانوا مصدومين وشافوا ان الهروب الكبير اللي بدأ كحلم بالحرية اتحول لكابوس مخيف. والرماد بتاع ال50 سجين اللي اتقتلوا بعد ما رجع للمعسكر في علب خشب صغيرة حطوهم في ركن في كوخ 104، والسجناء عملوا جنازة صغيرة في صمت وعيونهم كانت مليانة دموع وحزن على رفاقهم اللي فقدوهم، وكانوا بيحطوا ورود صغيرة معمولة من ورق فوق العلب بتاعتهم كرمز للأمل اللي مات معاهم. وقائد المعسكر الكولونيل فون لينداينر كان واقف بعيد وباصص بوش حزين لأنه كان ضد الإعدامات دي، بس ما قدرش يعارض أوامر هتلر وهيلمر. والجستابو فتحوا تحقيق كبير جوه المعسكر وفتشوا كل حتة وقلبوا الكوخ 104 ولقوا بقايا معدات حفر زي علب صفيح والأسلاك وشوية أوراق مزورة مستخبية في السقف، وحوالي 20 سجين من اللي ساعدوا في التخطيط زي كولين بلايث وهاري داي، وكلهم اتحطوا في سجن انفرادي. وكانت زنازين صغيرة مظلمة بيسموها المبرد، وما كانش فيها غير حيطة خرسانية وبرد شديد جدا. وضباط السجن بعد الحادثة دي زودوا الحراسة وجابوا كلاب اكتر وعدلوا اجهزة الصوت علشان يسمعوا اي حركة تحت الارض، وبقوا يعملوا تفتيشات كل ساعة تقريبا علشان يمنعوا
اي خطة جديدة. وفي بريطانيا الخبر وصل زي الصعقة لما الثلاثة اللي نجوا رجعوا وحكوا اللي حصل. ووقتها الحكومة البريطانية كانت مذهولة. وفي يونيو سنة 1944 وزير الخارجية أنتوني إيدن قال في مجلس العموم اللي اتعمل ده جريمة حرب واضحة والمسؤولين عنه هيتحاسبوا بعد ما نكسب الحرب. وأهالي ال50 سجين اللي اتعدموا في بريطانيا وكندا وأستراليا قعدوا يطالبوا بالعدالة. والقوات الجوية الملكية وعدت بأنها هتدور على كل واحد ورا الإعدامات دي، ووزعت صور الضباط المشتبه فيهم على وحداتها. وفي يناير سنة 1945 لما الجيش السوفيتي قرب من سيليزيا الألمان قرروا يخلوا المعسكر وأجبروا السجناء يمشوا في التلج في مسيرة الموت حوالي 80 كيلو متر في اتجاه الغرب لمعسكر تاني في شبرنبرج. وكتير ماتوا في الطريق من البرد والجوع والإرهاق، وكانوا بيمشوا في تلج بيوصل للركبة وما كانش معاهم غير بطانية خفيفة وشوية أكل ناشف. ولما السوفييت وصلوا ساجان في فبراير سنة 1945 لقوا المعسكر فاضي، بس بقايا النفق هاري كانت لسه تحت الأرض شاهدة على العملية دي. وبعد استسلام ألمانيا في مايو سنة 1945 الحلفاء بدأوا يدوروا على المسؤولين عن قتل ال50 سجين. وفرع الشرطة في القوات الجوية الملكية بقيادة فرانك ماكينة عمل تحقيق كبير من سنة 1945 ل 1948 ولفوا ألمانيا كلها علشان يلاقوا الجستابو والاس اس اللي نفذوا الإعدامات. وقبضوا على حوالي 70 ضابط وحارس. ومحاكمات نورمبرج كان فيها شهادات السجناء اللي نجوا زي فان دير ستوك. وفي النهاية 21 شخص من الجستابو اتحكم عليهم بالإعدام في سنة 1948 وكان منهم إريك كيرلمان اللي كان بيترأس عملية القتل في ساجان. و14 خدوا حكم مؤبد زي فيرز سميدت اللي كان بيدير الاستجوابات. وفون لينداينر اتقبض عليه في سنة 1945 بس ما اتحكمش عليه بالإعدام لأن السجناء شهدوا انه كان بيعاملهم باحترام وما كانش موافق على الإعدامات. فخد 5 سنين سجن وبعد ما خرج عاش في ألمانيا بهدوء لحد ما مات في سنة 1963. والثلاث سجناء اللي نجوا بقوا بيتم معاملتهم كأبطال في بلادهم. وفان دير ستوك كتب قصته في كتاب بعد الحرب. وبرجسلاند ومولر رجعوا لحياتهم في النرويج بس فضلوا يفتكروا اللي حصل كل يوم. وستالج لوفت 3 اتقفل للأبد بعد الحرب. والمكان دلوقتي في بولندا بقى متحف صغير فيه بقايا النفق هاري محفوظة تحت زجاج ولوحة مكتوب عليها أسماء ال50 سجين اللي اتقتلوا. الراجل اللي قدامك ده بقى صديقي قدر يهرب من السجن 3 مرات بطرق مجنونة جدا وقصته قلبت العالم كله حرفيا. يا ترى بقى صديقي مين هو الراجل ده وازاي كان بيهرب من السجن؟ الحلقة هتظهر لك هنا، ضروري تروح تتفرج عليها. وقبل ما تروح يا صديقي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب لان دي الطريقة الوحيدة اللي بتعرفني ان الفيديو عجبك وان انت عاوزنا نستمر. مش كده ولا يا صديقي؟ وبس كده.